والويلات، إننا نريد أن تعود الطمأنينة وأن يعود الاستقرار، ولكن فليحذر الحكام هذا المسلك الذي سلكوه، لأننا نعلم بدايته ولا نعلم نهايته. إننا لم نسمع في أي بلد من بلدان العالم أن الأمن والاستقرار يعود بالبطش، يعود بمعالجة أمر بأمر يماثله. لماذا؟ لأن لنا دروسا ولنا عبرا ولنا عظات من التاريخ القديم والحديث. أما وعى الحكام ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما أرسل إليه أن يبعث بالتعزيزات والإمدادات لمكافحة الشغب، فقال لواليه: حصن مدينتك بالعدل وطهر طرقاتها من المظالم. ولهذا أيها الإخوة يجب أن نتنبه إلى هذه المؤامرة التي يدبرها الاستكبار العالمي ضد هذا البلد المجاهد العريق الذي تعلق عليه آمال المسلمين قاطبة، لأنه شعب ولا فخر وليس لعصبية، شعب صادق التدين، صادق التوجه الإسلامي، صادق الفطرة، لم تفسده المدنية، حتى بعض المنحرفين فهم قابلون للإصلاح. إذا فليعي هذا الدرس الحكام أن هذه الطاقات الزاخرة، طاقات الروحية، هذه الإرادة الفولاذية، هذا الاستعداد للتضحية، لماذا نعطيه للدبابات أن تحصده؟ لماذا لا نبعثه إلى الورشات حين يعود الاطمئنان؟ لماذا نملأ بهؤلاء الشباب الذين هم كالأسود؟ لماذا نملأ بهم السجون؟ ألا تمتلئ بهم المعامل والمصانع والمزارع والمعاهد والمساجد وسائر مواقع البناء؟ أيها الحكام، لا تسيروا في طريق عبد الناصر ولا تسيروا في طريق الأسد في سوريا، فإن الله سيحاسبكم، وإن الشعب سيعاقبكم، وإن التاريخ سيحاكمكم. احذروا السير في طريق هذا السلف الطالع، سيروا في طريق الراشدين، أتيحوا الفرصة للشعب أن يختار، أعيدوا الطمأنينة إلى نفوس الناس. لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية؟ لماذا لا يتخذ القرار الشجاع بإعادة العمال إلى أعمالهم؟ لماذا لا يتخذ القرار الشجاع بإطلاق سراح المعتقلين؟ لماذا لا يعود الجيش إلى ثكناته؟ العنف هو الذي يولد العنف. إن الأماكن التي لا وجود للجيش فيها لا يسود فيها الاطمئنان. الجيش نريده أن يبقى بعيدا عن مثل هذه المؤامرات والدسائس، نريده أن يبقى جيشا طائرا غير ملطخ الأيدي بدماء الشعب، نريده أن يبقى جيشا يشعر الناس بوجوده بالاطمئنان. أبدا لا نرى أن ينرى الجيش في دماء الشعب. إذا الحكام أبلغوهم إن كانوا يسمعون لكم، ولترفع التقارير إلى رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته. إن طريق الأمن والاستقرار ليس هو الجيش، وإنما أن تعود الطمأنينة إلى النفوس، أن يكون التعامل بالاحترام المتبادل. نعم، نحن مع هذا المسلك أن طريق صناديق الاقتراع هو الطريق للحكم، لأنه الطريق السلمي والطريق الضامن لمستقبل البلاد والعباد. ولكن فلتقف هذه الحملة المسعورة، فلتقف هذه الحملة المسعورة. يا رئيس الجمهورية، إن كل ما يحدث تتحمل فيه نصيبا من المسؤولية. قد يرتكب أخطاء أناس غير مسؤولين وأنت تتحمل مسؤوليتهم، فأنت تتحمل مسؤولية كل قطرة من الدماء تسيل. إن الله سيحاسبك، أنا سيحاسبنا الله عن نفسي وأنت عن نفسك، وأما رئيس الجمهورية يحاسبه الله عن الأمة كلها. كل حرمة تنتهك
كل قطرة دماء تسيل، كل أم تذكر، كل امرأة تؤيم، كل طفل ييتم سيتحمل نصيبه من المسؤولية. ولهذا فليخرج من صمته وليدعو إلى عودة الهدوء مع الإجراءات التي تبث الطمأنينة والاستقرار في نفوس الناس ليطمئنوا على المستقبل. لأن وجود الدبابات في الشارع لا يدري الناس ماذا تريد أن تفعل. هناك تأويلات، هناك تفسيرات، هناك أخبار مزيفة، كلها تبث الإشاعة وتبث البلبلة في نفوس الناس. إذن فلنعد إلى ديننا، فإن الله سبحانه وتعالى علمنا الطريق الأسلم الذي نحل به الخلافات، وهو الحوار الذي لا يكون فيه غرور ولا يكون فيه استعلاء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تاويلا. الخلاف في البلاد موجود وهو خلاف سياسي ينبغي أن يحل بطرق سياسية شرعية. لماذا اللجوء إلى القوة؟ لماذا اللجوء إلى العنف؟ لماذا اللجوء إلى الغرور؟ إن شعبنا قد أخذ ما يكفيه من نصيبه من الدماء والدموع واليتم والتأيم والذكر. كفانا دماء. إننا نريد لأبنائنا أن يعيشوا في سبيل الله كما هم حريصون أن يموتوا في سبيل الله، وهذه مزية وفضيلة ليست موجودة عند كثير من الشعوب. نريد لأبنائنا أن يحيوا في سبيل الله، يبنون البلاد وينفعون العباد. لا نريد أبدا أن تحصدهم الدبابات وأن يحصدهم الرصاص وأن يتعلم فيهم القراصنة القرص. يا رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليتك، اتخذ إجراءات تعيد الطمأنينة والاستقرار والثقة إلى النفوس، وليست إجراءات القمع، فإن القمع يولد العنف. إن القمع يولد العنف. إن القمع يولد العنف. لا نريد لبلادنا أن تتشرذم ولا أن تتمزق، نريد أن نتوحد ونقبل بنتائج الاقتراع مهما كانت، ونشعر حينئذ بأننا مستضعفون ونعذر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة المؤمنون، فليعمل كل في مستواه وفي موقعه على عودة الهدوء والاستقرار، ولكن الهدوء والاستقرار الذي يبث الطمأنينة في نفوس كل الناس، لا الطمأنينة التي تذل البعض وتجعل البعض يتعالى بالغرور والكبرياء. إن هناك واقعا سياسيا لا يجوز لهم أن يتجاهلوه. هذا الواقع هو رصيد العمل الإسلامي، رصيد المجاهدين ورصيد العلماء العاملين على مدى عشرات السنين. لا يجوز لكم أيها الحكام أن تبددوه، لا يجوز لكم أن تبددوه. إن هناك إرادة فولاذية عند شبابنا، فوجهوها إلى المرشات، فوجهوها إلى ميادين العمل، لا تملأ بها السجون والمقابر. نقول هذا ونستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله والعمل الصالح والصبر على البلاء والثبات على الحق والشكر على النعم والعمل في سبيل الله حتى تعلو راية الإسلام بإذن الله على هذه الربوع. ونرجو أن تعالج الأمور بالحكمة والأناة والروية
المصالح. ولهذا فإننا نتساءل عن نزع اللافتات التي تشير إلى البلدية الإسلامية، إذا كان هذا يندرج ضمن مهام الجيش للحفاظ على الأمن وعودة الاستقرار، وهي مشكلة قانونية سياسية لا ينبغي أن يقحم فيها الجيش. هذه مشكلة كان ينبغي أن تعالج في الظروف الهادئة، في الظروف السلمية التي تسودها الطمأنينة والاستقرار. إذن أيها الإخوة المؤمنون، إننا نلح ونرغب صادقين في أن تعود المياه إلى مجاريها، وأن ينصف المظلومون، وأن يعاد المفصولون، وأن يحقق في الأحداث التي وقعت عن المتسببين فيها. ليس يعني ذلك أن ننظر بكيفية سطحية على أن جهات معينة هي التي تسببت فيها، ولكن نبحث عن الأسباب العميقة الكامنة وراء كل ما حدث، لأن هناك أزمة سياسية في بلادنا يجب أن نبحث عن الحل الأسلم الأمثل لعلاج هذه الأزمة. إن الأزمة لا ينبغي أن يتصور بأن سببها حزب سياسي. إن الحزب السياسي ليس ورقة يمكن أن تسحب من وزارة الداخلية وترمى في النار، وإنما هناك واقع إسلامي في الجزائر لا يجوز تجاهله، ينبغي التعامل معه على أنه طرف أساسي في العمل الجاري لصياغة مشروع مستقبلي مجتمعي تنهض به بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. يا قاصم الجبارين، ويا ناصر المستضعفين، ويا قادر المستكبرين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم ارزقنا الحكمة في أفعالنا وأقوالنا. اللهم ألهم الحكام أن يهتدوا إلى الطريق الأسلم لمعالجة الأزمة، وهو العودة إلى حكم الشرع والعودة إلى دين الله، والنظر بعين البصيرة إلى هذا الواقع الذي يعتبر رصيدا عظيما للأمة الإسلامية. نحذرهم بتحذير الله مرة أخرى أن يسعروا به نار الفتنة وأن يلقموه فوهات المدافع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرحم الموتى ويلهم الصبر والسلوان لذويهم، وأن ينتقم من أعدائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو ولي التوفيق وهو يهدي السبيل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.